النهارده هنعمل مع بعض طريقة الكفتة السعودية بطعم جميل جدا، وهتحبوا تعملوها على طول وهتعتمدوها في العزومات. وهنعمل جنبها البطاطس البوريه بطريقة سهلة وبسيطة وبطعم كريمي، مفيش أجمل من كده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير واشترك في القناة. اول حاجه هنجيب الطاسه بتاعتنا، هنحط فيها معلقتين من الزبده او السمنه. اول ما يسخنوا كويس هننزل عليهم بصلايه وسط متقطعه قطع صغيره. هنفضل نقلب فيهم لغايه لما البصله تدبل معانا وتاخد لون الدهبي الخفيف. بعد كده هنسيبها تبرد معانا. بعد كده هنجيب البوله بتاعتنا، هنحط فيها بيضايه وربع كوبايه من اللبن، معلقه صغيره من الملح، نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، معلقه صغيره من 7 بهارات او بهارات اللحمه، نص معلقه من الثوم باودر والبصل باودر. ونقلب كل المكونات دي كويس اوي. ونضيف عليهم نص كيلو من اللحمة نسبة الدسم فيها 20%. بعد كده هنضيف عليهم 3 معالق كبار من البقسماط الناعم، ده اللي بيخلي الكفتة متماسكة معانا. ونضيف عليهم البصلاية بعد ما سيبناها تبرد. ولما بنضيف البصلة بعد ما شوحناها بتدي طعم حلو قوي للكفتة، وفي نفس الوقت ما بتبقاش فيها مية. اهم حاجة نقلب المكونات دي كلها كويس قوي عشان كلها تاخد من بعض، وفي نفس الوقت انسجة اللحمة تنعم معانا. بعد كده هنسيبها في التلاجة تريح لمدة نص ساعة. تطلع اللحمة من التلاجة هنبتدي نشكل كرات الكفتة بتاعتنا. هناخد قطعة من اللحمة ونقلبها كويس ما بين ايدينا عشان تنعم، ونبتدي نلفها ما بين ايدينا. وهنا مشكلتها حجم البيضة، والحجم حسب رغبتكم. نعمل معاكم واحدة تانية، هناخد قطعة من اللحمة ونقلبها ما بين ايدينا، خطوة مهمة عشان دي اللي بتخلي الكفتة ناعمة معانا. ونلفها كويس لغاية لما تاخد حجم البيضة. ودي كده شكل كرات الكفتة بعد ما احنا جهزناها. بعد كده هنجيب الطاسة بتاعتنا، هنحط فيها 3 معالق كبار من الزيت ومعلقة كبيرة من الزبدة أو السمنة. أول ما يسخنوا كويس هننزل بكرات الكفتة عليهم. أهم حاجة ما نضيفش كل كمية الكفتة مرة واحدة عشان لازم نسيب مسافة عشان نعرف نقلبها. لما الكفتة تاخد لون معانا هنبتدي نقلبها على الجنب التاني وبعدين على الجوانب التانية عشان كلها تاخد لون واحد زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين نغطي عليها من دقيقة لدقيقتين على نار هادية عشان تستوي من بره ومن جوه. وممكن نسويها بطريقة تانية، هنحطها في صينية ونحطها في الفرن على الشبكة على درجة حرارة 180 لمدة نص ساعة، هتطلع معانا بالشكل ده. كده هنجهز للصوص بتاعنا. هنجيب الطاسة، هنحط فيها معلقة كبيرة من الزبدة أو السمنة، ونضيف عليهم كمية الدسم اللي نزلت من الكفتة بعد ما صفيناها. أول ما يسخنوا كويس هنضيف عليهم معلقة واحدة بس من الدقيق. هنفضل نقلب لغاية لما الدقيق ياخد معانا اللون الذهبي الخفيف زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هنضيف عليه كوباية من اللبن ونقلب كويس لغاية لما نلاقي قوام تقل خفيف معانا. بعد كده هنضيف عليه نص كوباية من كريمة الطهي ونقلبهم كويس. ولو انتوا حابين كمية الصوص اكتر من كده ممكن تضيفوا نص كوباية من اللبن تاني. بعد كده هنضيف عليها معلقة كبيرة من صوص الصويا الفاتح، لو مش متوفر مفيش مشكلة. احنا هنا بنضيفه عشان ما يبقاش الصوص لونه ابيض فاتح، واحنا كده مخلين الدقيق لونه دهبي خفيف. نضيف رشة من الملح ونظبط الملح بتاعنا حسب الرغبة. هننزل بكل كمية الكفتة على الصوص اللي احنا جهزناه على نار هادية ونقلبها عشان الكفتة تاخد من الصوص. نغطيها دقيقة تاخد غلوة تستوي تشرب من الصوص، وفي نفس الوقت كميته ما تقلش. ممكن تاكلوها جنب الرز او المكرونة. اهم حاجة ما نضيفش اكتر من معلقة دقيق على نص كيلو اللحمة. لو ضفنا اكتر الكفتة بعد ما بتبرد الصوص بيتماسك بيبقى زي البشاميل، وزي ما انتوا شايفين الكفتة هنا اتشربت من الصوص. بعد كده هنجهز البطاطس البوري بتاعتنا. هنجيب حلة هنحط فيها مية، أول ما تبتدي تسخن هننزل عليها بالبطاطس بعد ما قشرناها. أنا هنا مستخدمة 3 بطاطسات والكمية حسب الرغبة. هنضيف عليهم فصين من الثوم. أول ما تستوي معانا هنصفيها ونحطها في بولة وهي سخنة، ونضيف عليها نص معلقة صغيرة من الملح ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود وأي بهارات تانية انتوا حابينها، ومعلقة كبيرة من الزبدة وربع كوباية من اللبن. ممكن تحتاجوا ربع كوباية كمان لو حسيتوا ان قوام البطاطس تقيل. هنهرسها كويس، هنلاقي ان الزبدة ساحت معانا من سخونية البطاطس والبطاطس اتشربت اللبن. ونهرسها كويس قوي وما نخليش فيها اي تكتلات. بعد كده هنضيف عليها نص كوباية من كريمة الطهي، دي اللي هتخليها حاجة تانية خالص. هنقلبها كويس، هتلاقوا ان قوام البطاطس بيتقلب معانا بسهولة وبقت كريمية معانا زي ما انتوا شايفين كده. كده هتكونوا عملتوا احلى بطاطس بوريه بكل سهولة. كده هنجيب الطبق بتاعنا ونضيف فيه كمية من البطاطس البوريه وننزل عليهم بكمية من صوص الكفتة ونزينه بالشكل ده. حطوا الكفتة جنب البطاطس، هتحسوا ان كلهم اخدين من لون بعض، وهتعملوا احلى كفتة مع البطاطس البوريه. ممكن تقدموها بالشكل ده او تقدموها تحطوا كل الكفتة في القالب وتزينوها، وبكده خلصت معانا. جربوها وبالهنا والشفا.